نظرية طريفة شرحتها في مقال عيال البسة، فيها إسقاط سياسي على تصرفات غريزية للقطط والكلاب مع عيالها. القطط أولوياتها إنها تحمي ولادها من الخطر بغض النظر عن مستوى المعيشة، على عكس الكلاب. وصنفت بناء على النظرية دي دول العالم العربي بأنهم ولاد بسة والعالم الغربي على أنهم ولاد كلب. للوهلة الأولى أنا اعتقدت أننا أفضل من الغرب، لكن اتضح العكس بعد ما كملت قراية المقال. إمتى برأيك سنرتقي ونبقى ولاد كلب؟ شوفي، المقال هذا مكتوب يمكن من أكثر من عقدين من الزمن، يمكن 22 سنة. ندمت يعني؟ لا، غيرت؟ أنا وصلت لمرحلة أقول أنه سيجعلون هاجس الأمن أهم شيء عندنا يا أولاد البسة الغربيين. وحصل؟ وحصل. لا حطيت الحين إحنا بس نبغى نسلم من الإرهاب ذا اللي قاعد يجور والأمن والدول اللي قاعدة. يعني مين يقدر يصدق أنه فيه ليبي يتمنى أنه ما راح القذافي، وفيه عراقي يتمنى أن صدام حسين لا زال موجود؟ انعدام الأمن أخطر شيء. يعني اكتشفوا أولاد الكلب أن أولاد البسة هذول ما يصلح لهم إلا أنهم يظلون مشغولين بهاجس الأمن عشان نفتك احنا من العفرة هذه حقت القطط. ولاد كلب مش شتيمة، ولاد كلب بقت يعني حاجة الواحد بيتمنى. 5 ستار بس هي ما طبعا هي فيه لؤم المقال لما تكلمنا عن كيف الكلب يربي أولاده 5 نجوم، يعتني بالأمن وما والرفاهية، والقطط تحطهم في أماكن قذرة بس أهم شيء ما حد يقدر يوصل. إمتى ولا مؤاخذة حنبقى ولاد كلب؟ يا رب نبقى أولاد كلب. يا رب نبقى أولاد كلب. استغفر الله العظيم.